حط الايجو بتاعك تحت شويه. put your ego down a little bit. I can replace you with an empty chair in 2 seconds. يعني بدلك بكرسي فاضي في ثانيتين. في ناس بتبني كارير باث وفي ناس بتبني شخصية صعب تتكرر تاني. ضيف النهاردة مش مجرد رائد أعمال عادي ولا قصة نجاح عادية، اشتغل في أسواق تخوف، اشتغل في كوريا الجنوبية واشتغل في روسيا، من مهندس عادي لسي ليفل في واحدة من أكبر الشركات في العالم، وفجأة ساب كل ده. انا عييت، كنت في قمه الجبل وعرفت ان انا مش فارق. بدل ما انا مش فارق بقى لا. كان ايه احساسك وانت طالع تتكرم من الرئيس بوتين؟ ان احنا كان بيتبص لنا بمنظور مختلف. انا عايز اكسر المنظور ده. هل ممكن تغير حد من الموظفين اللي عندك ب AI agent؟ بص، ده سؤال في الصميم. at the end of the day business is business. ايه النصيحة اللي تقولها لي دلوقتي علشان ال AI ما ياخدش مكاني؟ لو فعلا بقى عندك الاكاونتابيلتي والريسبونسبيلتي على الحاجه اللي انت واخدها على نفسك، هتنجح في اي حاجه في الدنيا. No pain no gain. ان انت تتعود تحب الملل. ده نرد جدا، ما بيتهزرش معاه والله. يعني حاولت اوديها هزار، قال لك ما حدش بيصرف عليا. في ناس بتبني كارير باث وفي ناس بتبني شخصية صعب تتكرر تاني. ضيف النهاردة مش مجرد رائد أعمال عادي ولا قصة نجاح عادية، اشتغل في أسواق تخوف، اشتغل في كوريا الجنوبية واشتغل في روسيا، كان ألفا وسط كل العباقرة اللي بيقابلهم، من مهندس عادي لسي ليفل في واحدة من أكبر الشركات في العالم، وفجأة ساب كل ده وقرر يبقى ألفا في كل حتة بيروح. معايا ومعاكم النهاردة الألفا، الأستاذ سيف الحكيم. أهلا وسهلا. ايه الانترودكشن الرهيب دي قليلة جدا حبيبي، عليك، ربنا يخليك. من بجد. اجمل الانترودكشنز اللي سمعتها. صدقني قليل جدا عليك حبيبي بجد من قلبي يعني. والله لوكينج فورورد تبقى حلقه جميله وتفيد الناس كلها ان شاء الله يا رب، اكيد ان شاء الله. قبل كل الملايين المتابعين، وما شاء الله ما شاء الله اكتر من 5 مليون فولور وكل الانجازات دي، مين سيف الحكيم؟ بص، سؤال جميل. سيف الحكيم انسان بس عنيد جدا. عنيد في ايه وازاي؟ بص، عنيد في طموحي، عنيد في اهدافي، عنيد في قراراتي، عارف انا رايح فين. اوكي. ولو اي حاجه عكسها مفيش حد بيقدر يغير مفاهيمه. مستحيل. انت عارف التارجت وعارف انت رايح. مستحيل. وعارف بيبقى فيها ساعات حاجات نيجاتيف اللي هي ممكن اخد سكه عارف ان انا هغلط فيها واقع وافشل، بس انا هتعلم الدرس بنفسي. انت بتحب تتعلم بالطريقه بالزبط. الصعبه. يعني انا عندي منتورز تقول لي انا عارف يا سيف، هقول لك تعمل ايه، انت هتعمل عكسه عشان تقع في الغلطه وتتعلم منها وتكمل. اوكي. فبني ادم عنيد، بيحب التحدي، بيكره الكومفورت زون بتاع الناس، بيحب يساعد الناس، اوكي، بيحب عيلته. انا شفت ده بنفسي. فكده حاجات كده. no pain no gain. no gain totally. totally. which is انت دايما بتحب الطريق الصعب. عرفت انك كنت بطل فنون قتالية، وقفت على المسرح في مستر اولمبيا. احكي لي قصة. بص، ايامي وانا صغير كنت بحب الرياضة والكونغ فو. تمام. فانا فترتي وانا صغير، مدرسة وثانوية العامة IG والقصص دي كلها، كنت كونغ فو. 10 سنين كونغ فو. راجل بتاع مارشال ارتس، احب التحدي، احب الخناق، احب اقع اتضرب واقوم تاني، احب اكسب. دي اللي علمتني او بنت الكاركتر بتاعي بالطريقه اللي انا فيها دلوقتي. يعني ما اضحكش على حد واقول انا الرياضه جزء اساسي جدا في حياتي، او المارشال ارتس جزء كبير قوي من الكاركتر بتاعي مبني عليه. عشان كده انا حبيت ابتدي بده بصراحه. بص، تحدي والديسيبلين والاستمراريه، ومفيش حاجه اسمها الفشل. كلنا بنقول بنتعلم من الفشل ولازم تفشل، بس محدش بيحب الفشل طبعا، ومحدش بيحب يخسر في ماتش طبعا. فالرياضه او الكونغ فو او المارشال ارتس بتعلمك الحاجات دي كلها. بتعلمك انك حتى لو وقعت you have to win. لو رجلك مكسوره you have to stand up. لو سنانك اتكسرت كانت اتكسر، هتقف وهتكمل. carry your own بالانجليزي يقول لك ايه، carry your own shit. ده المارشال ارتس.
مستر اولمبيا دي بقى حاجه تانية تماما يعني. طب خلينا نرجع لمستر اولمبيا في سؤال تاني لوحده. حلو. بس انا كان قصدي المره دي انه البين علشان المارشال ارتس. بالظبط. اوكي. بص البين عشان المارشال ارتس وحاجه تانية، واتعلمنا ان الرياضه عامه انت لو العضله ما وجعتهاش وكسرتها عمرها ما تكبر. صح. وازي ده بقى كله على اي حاجه في حياتك. اوكي. هروح على حته تانية خالص. تسيب الدنيا كلها وتروح تشتغل في كوريا الجنوبيه. ما اضحك عليك لو اقول لك انا كنت عارف يعني ايه كوريا الجنوبيه وقتها. اوكي. احكي لي الجيرني عملت ازاي. بص ليترلي ايام زمان انا كان بالنسبه لي جابان سوني وايام زمان واحنا بس القصه دي. كنت شغال وقتها في موبينيل. اوكي. وحد من يعني فاميلي فريند قال لي والله بص بتوع سامسونج هنا في مصر بيعملوا بانل انترفيوز، عايزين ينقوا واحد من شمال افريقيا ويودوه، يختاروا واحد بس يودوه كوريا ياخد الMBA ويشتغل في الهيد كورترز ويرجعوه تاني الريجن يبقى الهيد بتاع الاوفيس. انا وقتها تاني كانت حياتي سوبر كومفورت. اوكي. في شغلي كويس جدا ومع اصحابي ومع حبايبي امورك مترتبه، مفيش حاجه تزقك انك تاخد الخطوه جداً دي جدا جدا. حصل موقف في يوم الانترفيو ده شقلب الدنيا كلها. اوكي. لو الموقف ده ما كانش حصل انا كنت هبقى في حاجه تانية خالص. قول لنا ايه اللي حصل. الموقف بالظبط انا قلت خلاص خليني اروح اشوف ايه البانل انترفيو، ايه القصه وايه اللي بيحصل، مع اني ما عنديش اي هدف ان انا فعلا اروح. تمام. بس انا بيقولوا عليا مات ساينتست. بمعنى ايه؟ نيرد. نيرد يعني ايه؟ انا احب اجرب. اوكي. واغوص في الدنيا. اوكي. مات ساينتست انا عايز اجرب، انا احب اجرب اي حاجه. مات ساينتست اجرب اي حاجه. فقلت خليني اروح اجرب، ايه اللي هخسر ايه؟ وبعد كده لو جت ممكن نرفضها nothing. مش حاجه، مفيش حاجه هتقف عليا، يكفيني شرف المحاوله. بالظبط. فرحت كنا قاعدين بتاع 15 بني ادم في اوضه وكلنا من شمال افريقيا، مغرب مش عارف ايه الجزائر وقاعد وانا بشتغل في موبينيل، فانا كل وقت عمال ابص في الساعه انا هربان من الشغل. اوكي. فكانت الPA بتاع الGM في مكتب مصر كان اسمها جيني، فكانت معديه. فبقول لها جيني انا الانترفيو امتى عشان انا لازم ارجع يعني. فبصت عليا قالت لي انت منين؟ فقلت لها انا من مصر. خير. فقالت لي خلاص don't worry you can leave you will never win because Egyptians are lazy. ها قفلت الباب قبل ما يتفتح. بص والفكره ان هي المشكله ان انت اتهزقت قدام ناس. جميل. والالفا اللي جواك ما يقبلهاش. بص ما تجيش. ما بقيتش مصدق نمره واحد ان انا سمعت الكلام ده. فبقيت ابص حواليا، هي فعلا قالت البقين دول. وانت بتكلمينا؟ قالت البقين دول. فهي لسه بتلف وترجع والحته بتاعت الكونغ فو بقى جواها تشالنج. فقلت لها بصي يعني ستوب هير، خلينا ايه نعمل ديل. اوكي. انا ما كانش عندي في نيتي ان انا اروح اصلا، لان انا اصلا ما اعرفش يعني ايه كوريا. اوكي. انا مش عايز اروح بس ما تتحدنيش. بالظبط. لو كسبت تستقيل، وانا لو ولو خسرت كده قلت ان انا ايه احنا مصريين كسلانين. اوكي. بص شقلبت الدنيا ان انا اكسب البانل انترفيو ده. اوكي. وربنا كرم وكسبته. اوكي. اتحطيت بقى في خانه اليك، انت كسبت انت لازم تروح. ارجع البيت انا هعمل ايه؟ انا مش عايز اروح حته. انت ما كنتش مقرر؟ مش عايز اروح. لا انا مقرر ان انا مش عايز اروح، انا رايح اجرب. اخد يعني ايه ده ايديا ان انا ايه اشوف شركه سامسونج انترناشونال، اخش بانل انترفيو. وانت هنا كنت شغال في شركه كبيره يعني، شركه كبيره امورك تمام. وكي بلاير. كنت كي بلاير في التيم، كنت متظبط يعني. انا عارف الناس اللي بتبقى دايما كي بلايرز في كل حته بتروحها بتبقى ونرد كده. فكنت بعمل حاجات بقى بروجرامينج على الماكرو، اخلص شغلي في دقيقتين بدل 8-9 ساعات. عرفت كنت مظبط الدنيا. فجاء الوقت بقى خلاص تلم شنطتك وانت مسافر. وكانت رحلتي اختلفت تماما. اوكي. اول ما رحت كوريا بقى، ثقافه جديده، مواضيع جديده، ناس مش مفهومه بالنسبه لك، ايه احساسك اول ما رجلك وصلت البلد؟ بص حاجتين ما اقدرش انساهم. اول حاجه لما الطياره عملت لاندنج والناس كلها راح على الباسبورت كنترول وانا عايز الف وارجع. رجعوني. انت مش عايز؟ انا مش عايز. رجعوني. دي اول حاجه. تاني حاجه
اول يوم الصبح هناك. اول يوم بص طبيعي مش عايز اقول لك، بس انا في كده مومنتس او اوقات معينه محفوره في نافوخي. اوكي. كنا بننزل نروح نركب المترو عشان نروح الشركه او نروح الجامعه او ماشي. كنت انا اركب المترو ابقى ماسك تليفون نوكيا بتاعي العب سنيك والاقي الناس كلها حواليا عماله تقرا كتب. خلي بالك كنت ماسك نوكيا وانت شغال في سامسونج. لا وقتها فالعب انا سنيك والاقي الناس كلها حواليا فاتحه كتاب وبتقرا. بقيت احس ان انا اهبل. كالتشر مختلفه تماما. اوكي. ارجع بقى تاني للمات ساينتست. لا انا عايز اجرب امسك كتاب. لان انا اخري في مصر لحد ما كنت في موبينيل الكتاب ده كان كتاب جامعه. أوكي. او كتاب مدرسه. او في وقت الشغل خلاص. بس اوكي. وبعد كده يا رياضه يا اصحاب ما كانش فيه اللي هي البيرسونال ديفلوبمنت عندي بالشكل اللي موجوده فيها دلوقتي. اوكي. ابتديت اقرا، انزل المترو افتح كتاب شبه الناس. مع الوقت ابتديت احس نفسي لا الهورايزن بتاعي بقى احسن، نوليدج بيس بقى احسن. ابتديت اقرا في حاجات، ابتديت عرفت ان انا ايه اللي انا احبه. ما بقيتش يعني انا ما اقراش فيكشن، اقرا نون فيكشن، بيرسونال ديفلوبمنت. الدنيا فرقت معايا تمام. اوكي. تماما اون بيرسونال ليفل. يعني دي حاجتين مش عايز اقول لك بقى اكل غريب والقصص دي بس عشان ما نخش نبقى نروح في الحته دي. احنا عندنا فقره كده اسمها هزار في هزار في الاخر. نبقى نروح في الهزار. خلينا لان طيب. قنبله يعني. ماشي. هل كنت متخيل ان افكارك ممكن تنافس ابل في يوم من الايام؟ بص هرجع للروتس. بمعنى ايه؟ انا دايما عايز ابقى نمبر 1 من الرياضه، من الكونغ فو، من في اي حته هخش فيها، حتى لو كانت مع شركه عملاقه، شركه كبيره وات. انا عايز ابقى نمره 1. عايز ابقى نمره 1. there is nothing else. يعني انا فاكر انا داخل موسكو، انا داخل اول يوم دخلت فيه الهيد كورترز في ريجنال هيد كورترز في موسكو. انا عايز اقعد على الكرسي الفوقاني. هو ده خطير الهدف. نفس لما دخلت الهيد كورترز في كوريا، الهدف ان انا عايز في كوريا انا عايز افضل في الهيد كورترز، مش هرجع تاني مصر. فانا في شركات كبيره ديفينتلي. اوكي. ده وكانت طار بقى. انت كنت شغال في البرودكت ديفلوبمنت صح؟ برودكت ديفلوبمنت اول حاجه. قول لي عملت ايه هناك في البرودكت ديفلوبمنت، احكي لي الموضوع. يعني مثلا اسم جالكسي مثلا من التاسك فورس اللي طلعوا الاسم. اوكي. الحاجات سمعت عن جالكسي بلاك اديشن طبعا، بس بلاك اديشن ده لما رحت موسكو. اوكي. عشان اكسر ابل في موسكو از بريميوم براند كنت لازم اطلع بانجل تاني مختلفه، الاسود والسواد والبريميومنس بالظبط. فالبرودكت علمني كتير. أوكي. يعني انا سكتي اصلا قبل بقى ماركتير اما برودكت جاي. اوكي. بعد ما وصلت انك تبقى CMO وبتدير مليارات، فجأة تقرر تسيب كل ده ليه؟ بص اقول لك هرد على دي شجاعة. اكيد شجاعة نمرة 1. وتاني حاجة ملل. طبعا من الكومفورت زون. بالظبط. اوكي. في عندك حاجتين، انا بتملي بسرعة جدا فببقى عايز اسيب الكومفورت زون. يعني انا سبت البوزيشن بتاعي في 24 ساعة. أوكي. نقلت من تركيا لدبي في 24 ساعة يومين. اوكي. ما التاف ديسيجنز دي لازم يعني اقطع عرق على طول. بس خلي بالك دي عايزة ديسيجن ميكر خطير. هقول لك اوكي. والحاجة التانية لما تقعد تكبر قوي and you climb a mountain، تقعد تطلع فوق الجبل وتطلع فوق الجبل كده مرة واحدة تحس ان الجبل ده مش بتاعك. ايه اللي خلاك تحس انه مش بتاعك؟ بنيت جبل لحد تاني. I got it. اوكي. I'll give you another example. انا عييت وانا في روسيا. اوكي. كنت في قمة الجبل. تمام. وعرفت ان انا مش فارق. لا بدل ما انا مش فارق بقى لا كده نقف كده لحد هنا. حسيت نفس الاحساس. كنت مرمي في المستشفى فوق الاسبوع 10 ايام. انت كويس؟ مفيش زيارة. حسيت ان انت بتبني لحد غيرك. ببني لحد غيري وبعد كده بيك من غيرك الدنيا ماشية. مهما كنت انت، حتى لو انت زي ما انت بتقول بتبقى نمبر 1 في المكان،
بس هي في الاخر مؤسسه، والمؤسسه هتمشي بيك من غيرك. كرسي. بص عندي واحد في الاتش ار في كوريا كان قال لي كلمه ومن ساعتها حلقه في وداني. اوكي. انا لما رحت كوريا اشتغلت في الهيد كورترز بتاع سامسونج، كنت من التوب بلايرز. جميل. في 4-5 سنين ما فيش حد في سامسونج هيد كورترز بالبريزيدنت بالفايس بريزيدنت بالسينيور فايس بريزيدنت وكل الناس دي تعرف مين سيف. اوكي. ريزلتس و فكان الايجو بتاعي عالي وانا صغير. فلما جه الاتش ار قال لي يا سيف انت خلاص دي كده حاجه تخوف. جه قال لي يا سيف انت وقتك في الهيد كورترز خلص، لازم ترجع مصر. هقول لك السؤال. فقلت له لا انا مش راجع مصر. وكان الايجو بتاعي عالي. فقال لي بص بقول لك ايه، حط الايجو بتاعك تحت شويه. put your ego down a little bit I can replace you with an empty chair in 2 seconds. يعني بدلك بكرسي فاضي في ثانيتين. with an empty chair. with an empty chair 2 seconds. اللي بالك انت بالكاركتر دي بالكاريزما دي بالايجو ده I cannot be replaceable. القناعة اللي من جوه انا ما حدش يقدر يغيرني اصلا. فخدت قرار، يعني خدت عهد على نفسي ما حدش هيقول لي البقين دول تاني. اوكي. دي بقى من ناحيه ان انا I add value في كل حته. I develop myself regularly. ان انا ما حدش يجي يقول لي انا هبدلك بكرسي فاضي. صح. واخدت عهد عليا انا مش راجع مصر. انت مش تقولي هترجعني مصر. انا مش راجع، وريني هترجعني ازاي. مش in a bad way بس التشالنجر كاركتر بتاعي ورحت على روسيا. انا كنت عامل لك سؤال مخصوص. ليه؟ قالوا لك ترجع مصر بتقول لهم لا مستحيل. مستحيل. وبس عشان الناس ما تفهمنيش غلط. مش انت مش عايز ترجع مصر، مش ولكن أرجع. انت في تشالنج انت جواه. انا مش هيأس يعني. بالظبط. ما تقوليش اعمل ايه. اوكي. ما تقوليش اعمل ايه وما اعملش ايه. انا فاهم ان انا جوه مؤسسه، بس at the end of the day وانا جوه مؤسسه انا شايف من وجهه نظري كسيف الكارير باث بتاعي انا لسه محتاج ابقى في الهيد كورتر شويه كمان. لان انا بكبر علاقاتي، بكبر الاكسبيرينس بتاعتي، المالتي كالتشرال اكسبوجر عايزه. فما تجيش تقول لي والله انت التايم بيريد او التايم فريم بتاعك في مصر هنا خلص ارجع. لا انا مش عايز ارجع دلوقتي. في الوقت ده تقريبا وانت في روسيا كمان دخلت مستر اولمبيا. ازاي كنت قادر توفق ما بين هذا الحلم للكارير باث والكوربريت، وزي ما انت بتقول كده في ظرف كام سنه بقيت كل الناس هناك تعرفك، في نفس الوقت الرياضه والتحدي. وخلي بالك مستر اولمبيا محتاج تحضيرات رهيبه واتيفر انت ايه النتائج، ولكن احنا لو عندنا فورمه الساحل في الصيف بنحضر لها جامد. بص رهيبه. جت في سنه 2014. بص سامسونج الاورجانيزيشن ستراكشر بتاعتها او الكارير جروث عندك انت ممكن تترقى كل 3 سنين. تمام. اوكي. انا كسرت القاعده دي الحمد لله، ان بقيت اترقى كل سنه. حلو. فانا واز ذا يونج سي ام او في تاريخ سامسونج. حلو. بس زهقت برضه، عايز another achievement. اوكي. 2014 قررت ان انا هخش مستر اولمبيا. دايما بقول حته كده خصوصا كرجاله، انا بحس بنفسي وبالفاليو بتاعتي from my achievements. طبعا. يعني ممكن الست مع احترامي كامل لكل الستات تشم ريحه برفيوم حلوه وهي واقفه قدام المرايه تشوف نفسها حلوه فتحس برضاء عن النفس وتنزل. طبعا. بس انا بالنسبه لي كراجل بيفرق معايا جدا what did I achieve النهارده 100%. وده بيخليني افكر في حاجه جديده immediate. واحنا كرييتر عشان to create something ان انت تعمل achievement. فبنقعد you mean you create the opportunity اصلا. بالظبط. اوكي. ف you create مثلا انا جيت السنه دي فعلا زهقان، يعني انا عايز another achievement، انا عايز حاجه تانية غير ان انا عارف طبعا يعني بربنا وكل حاجه طبعًا. بس انا عارف طبعًا. ان انا هترقى السنه الجايه. يعني انا عارف خلاص انت ارتحت ان دي كومفورت زون وماشي الاوبريشنز بتاعتها خلاص كده فانا عايز اخش مستر اولمبيا السنه دي. اوكي. فور ان اتشيفمنت. اوكي. مش حب تاني مش حب للنوعيه دي من الرياضه او الفيزيك. اعترف له اعتراف لاول مره اقوله في حياتي، انا عملت البودكاست لنفس السبب. تحدي واتشيفمنت. طبعا. اوكي. وعلى فكره موضوع البودكاست مش سهل، يعني في ناس بتفتكر انها هي بس كاميرات ومايكات، لا في تحضير، اختيار الضيف، القعده وان انت تمانج الكونفرسيشن مع الضيف طبعا. لا موضوع متعب مش سهل يعني. طبعا.
عرفت ازاي توفق ما بين الاتنين، وحتى لو ده كان تشالنج وتحدي بس في نفس الوقت ده ما أثرش عليك صح؟ خالص ما أثرش عليك في الحتة التانية. ازاي انا عايز اعلم الشباب صغيرة تايم مانجمنت من اظبط قامة وقتي زيك. اظبط وقتي، ايه اولوياتي. اوكي يعني انت مثلا قبل ما اروح الشغل اروح اضرب تمرينه، اوكي تمام. اوكي وقت الغداء والناس كلها تاخد ساعه انها تقعد تتغدى وتحكي وتهزر انا اتغدى في 10 دقايق واروح تمرين. اوكي بتفكرني بحاجات الواحد كان فانت لو عندك اولويات وعندك، بص هي مشكله الناس ان اهدافها مش واضحه. لو انت حطيت ال3 اهداف قدامك اللي انت عايز تحققهم، يومك ال 24 ساعه هيكفي. اوكي لو قسمت ال 24 على الساعه على 3 حاجات دول، مشكلتك لما تبقى تايه. نايس. فالفكرة انك تبقى عارف انت عايز تروح لفين وشايفه فتبتدي تحط له بلان. هنا تقدر 100%. تمانج. اوكي انا بقول لك انا دخلت موسكو والله العظيم انا هقعد على الكرسي اللي فوق، وبص ولا اعرف حد جوه لسه، ولا عارف الدنيا، ولا ومطبات بالهبل تشالنجر ما حصلش. وقرف رهيب. والله تشالنجر ما حصلش. انا عايز اقعد على الكرسي الفوقاني لاسباب ما. نمره واحد، بص انا مصري وبحب مصر جدا، تمام. بس انا عندي مشكله طول حياتي لان انا كنت شغال في بلاد اجنبيه مش عربيه، ان احنا كان بيتبص لنا بمنظور مختلف. اوكي انا عايز اكسر المنظور ده. اوكي يعني انا لما بوتين كرمني دي حاجه بالنسبه لي لسيف حاجه، بس لا مصري حاجه تانية طبعا. we have qualified people. كان ايه احساسك وانت طالع تتكرم من الرئيس بوتين في اللحظه دي؟ بص هو مش تكريم منه ليا دايركت، هي شهاده بتوصل لك على المكتب و فلا طبعا حاجه لا رهيبه يعني. اوكي. وهي الشهاده دي من عشان بس الناس تعرف حجمها. اوكي. انا دلوقتي لو رحت موسكو وانا سايب موسكو مثلا من 2017، لو رحت موسكو وريت الشهاده دي لاي شركه اشتغل فيها. اوكي. حاجه اسمها جرامات، اخش اشتغل. بما انك راجل رياضي وما شاء الله الفورمه باينه ما شاء الله يعني، الحمد لله. هل شايف انه الفورمه بتفرق في مصداقيتك وفي وضعك الاجتماعي في ميتينجز؟ هل مهمه يور بيرسونال براند؟ مش شرط الفورمه ان هي تبقى متشرع، بس انه يبقى كل واحد عنده الماب بتاعته عشان يعمل بيرسونال براند، بس في حاجات اساسيه لازم كل واحد يعملها، زي البريزنس بتاعك. اوكي. البريزنس بتاعك ده طريقه كلامك، مشيتك، how you carry yourself، شكلك. يس. مش لازم تبقى مستر اولمبيا، بس بص عشان تاخد بالك من نفسك او صحتك دي من الحاجات الصعبه جدا. يس. تمام. محتاجه تمرين واكل ونوم و فانت لو عرفت تاخد بالك من الحاجات دي literally هتبقى فورمه لوحدك، هتبقى فورمه لوحدك، وهتعرف تاخد بالك من الحاجات التانية. اوكي. لان انت لو نقلت نفس الديسيبلين والكونسيستنسي و للحاجات الموازيه. وهقول لك حاجه تانية عشان بس الناس انا بستخدم الرياضه بالنسبه لي از ستريس ريليس، تمام. حبيت. سبحان الله موازيه معايا ان تخلي شكلي كويس. اوكي. يعني انا لازم اروح الجيم عشان اطلع الستريس. كل واحد عنده ستريس، الصايع اللي يعرف يريليس الستريس دي بحاجات بطريقه ترجع نتائجها احسن. بالظبط. في ناس ممكن تنزل تتمشى، في ممكن ناس تقعد تسمع مزيكا، بس انا لو لعبت رياضه هتفرق على صحتي وتديني في 60 داهيه عشان وناس تروح بالظبط. فانك تبقى بتريليز الاسترس ده بحاجه بوزيتيف. فالرياضه مهمه جدا. بما انك قلت موضوع الكونسيستنسي والديسيبلين، لانه الكلام ده يعني ناس كتير قوي اتكلمت فيه، ولكن عايزين دايما لما بجيب حد ناجح واستضيف مثال الناس تقدر تتبعه، بسأله هو يعني ايه ديسيبلين بالنسبة لك، وازاي اقدر احافظ على الكونسيستنسي؟ يعني الكونسيستنسي الناس تحس ان الكلمة سهلة، لكن الموضوع كبير. الموضوع مش سهل، لانه في ايام المود بتاعي ما يبقاش مظبوط، في ايام بتبقى مراتي منكده عليا، انا اسف، في ايام بتبقى ظروفي مش مناسبه، وانا عايز اعمل ده كل يوم. ازاي سيف الحكيم قادر يحافظ على الكونسيستنسي؟ بص هقول على 2 هاكس اوكي عشان يقدر يبقى عندك انضباط واستمراريه. حلو. 2 هاكس. نمره 1 ان انت تتعود تحب الملل.
تحب الملل اللي بيقول لي ده اكتر واحد بيمل بسرعه. بالظبط. في ملل بتاع كومفورت زون، تمام، اللي هو انت تقدر تعمل حاجه بصباعك الصغير. اوكي ماشي، ده الملل اللي لازم تخرج منه. اوكي يعني انا مثلا قعدت في بوزيشن معين في شركه معينه، شاطر، انت شاطر، بعمل تاسك معين، ده بقى ايه كده، انا قعدت جوه الكومفورت زون. حتى الاكتيفيتي اللي انا بعملها جوه الحاجات دي ممله. اوكي. يعني انا مثلا وانا في سامسونج كنت اقدر اعمل كامبين وخلاص وانا مغمض. ماشي تمام، مش ده الملل اللي انا عايز احبه. اوكي. ده لازم اخرج منه. ماشي. بس في ملل اللي هو ايه، خلينا ندي مثل ان اروح اتمرن كل يوم مثلا. مثلا ده خلينا مثلا مش ده. واحد بيعمل فيديو اديتنج، اوكي، يصحى كل يوم يعمل نفس الفريم، يحط نفس الكلام، يحط نفس الدنيا. ده الملل اللي لازم تحبه، لان ده اللي هيوصلك to be master in what you're doing. ما mastery comes from ايه؟ repetition. صح، تقعد تعيد الحاجه مليون مره لغايه ما عندك ماستري فيها، خلاص فانت الفاليو بتاعتك بقت ايه؟ you're the king in this. تمام. ف fall in love with boredom، يعني اقع في حب الملل اللي من النوع ده. اوكي تمام. ده كده واحد. ماشي. الحاجه التانية، الهاك التانية، ناس تقول لك الاستمراريه والانضباط، consistency and discipline. عشان يبقى عندك الاتنين دول يقول لك discover your why. اوكي. في ايام، لانه بيقول لك ايه يعني ايه discipline، اللي هو تبقى قايم كل يوم ما عندكش مود بس بتشتغل، جميل، ماشي، بقين حلوين. بس عشان البقين دول يحصلوا او يبقوا اكشند لازم تديسكفر الواي. انا بعمل كل اللي انا بعمله ده ليه؟ هو ده اللي هيقومك من السرير وانت ما عندكش مود. أوكي. هو ده لو مراتك منكده عليك هتخليك انا مكمل. الواي هو الانجن بتاعك، هو الفاير. الواي in a very nutshell، يعني للناس اللي بتتفرج تقدر تعملها ب5 حاجات. to discover your why من 5 حاجات. تسأل نفسك انت. نمرة 1، انا بني ادم، يعني انا مثلا في فترة من حياتي الواي بتاعتي ان انا كنت عايز ابقى نمبر 1، بمعنى انا عايز الارقام في البنك عاملة كده، عايز البوزيشن الفلاني، اسمها سيلف امبورتنس. اوكي ده نمرة 1. نمرة 2، ان انت بتعمل حاجة you're a family oriented person. تمام، اللي هو انا بعمل كل ده عشان مراتي، عشان امي، عشان ابويا. يعني ناس كتير قوي ناجحه تقول لك انا وصلت اللي انا فيه ده لان انا كنت عندي مسؤوليات ورايا ناس. لا نايم في السرير وما كانش عندي شغل، ومراتي شغاله طول الليل، شايف قاعده على الكمبيوتر وتعبانه طالع عينيها وانا معيش شغل. فالواي بتاعته فاكر مراته هي مطحونه وهو ما كانش لاقي شغل، فلما ابتدى الانجن يشتغل عنده عشان تو باي باك. تمام. ثالث حاجه اسمها contribution. زي الناس اللي هي مثلا زي اندريا اجاسي، ديل كارنيجي، هي عايزه تساعد الناس. انا بعمل كل ده، بصحى كل يوم واشتغل لان انا عايز اي جيف باك. ديل كارنيجي لما مات لقوا في الطم بتاعه ورقه صفراء، نصها مكتوب اول نص من حياتي، اول جزء من حياتي هجمع ثروه، النص التاني هدي ثروه هتبرع بيها. واندريا اجاسي وناس عندك الرابع نوع اللي هي الريفنج، which is a positive revenge، وانا عندي دي. اوكي positive revenge، يعني تشالنجينج، يعني اللي الناس تحطمك. بمعنى ايه؟ يعني زي مثلا اوبرا وينفري لما قالوا لها انت ما تنفعيش للتلفزيون اصلا. دي awakened the beast فيها، بقت يس. ريتشارد برانسون لما قالوا له، لما المدرسه او الهيد تيتشر قالت له انت يا هتبقى مليونير يا هتخش السجن، proved her wrong على الاثنين، ولا مليونير ولا سجن، بليونير. فده البوزيتيف ريفنج. ستيف جوبز نفس الكلام. عندك تطلع اخر نوع اللي هو الديسكاست. ان انا قرفت من نفسي. I don't want to live a single day like this. بقوا بيستخدموا الحته دي في الريفرس ماركتنج. انه يخليك عايز مثلا تشتري البرفيوم اللي ريحته حلوه، فبقوا يعلنوه انه يطلع مش حاطط برفيوم فيشموا ريحته، فمش عايز ده فيروح رايح حاطط البرفيوم. اسمها ديسكاست. يعني مثلا لو ناس مليانه تقعد تلزق صورها وهي من غير لبس حوالين البيت عندها، يوصل لدرجه انا مش عايشه في المنظر ده تاني، ويبتدي ياخد او رقم 10 في التيم سيلز. حط رقم 10 دي في وشك كل يوم لغايه لما تتخنق منها،
توصل لدرجه I don't wanna see myself like this ساعات again. في ناس بتوصل من الإحساس ده لليأس. بص عشان كده هم 5 توصل عندك 5 حاجات تعرف بيها الواي. مش كلنا شبه بعض. يعني انا عندي الريفنج عالي قوي، عندي الكونتريبيوشن عالي، عندي الفاميلي عالي. وانا صغير لا سيلف امبورتنس كان عالي جدا. اوكي. هل وانت بترتبهم حطيت رقم 5 او اخر حاجه هي موضوع الديسكاس دي علشان هي لا انا كالسيف تمام، بس انا حصلت لي مره في حياتي. اوكي مره في حياتي ان انا I'm not gonna do the same thing again. بمعنى وقت من الفترات كنت عايز مساعده من حد من العيله، ورحت سالت انا عايز كذا، اترد عليا بطريقه قرفتني من نفسي. فقلت من اليوم ده I'm disgusted، مش هعيش زي كده تاني. اوكي. تقريبا الحكايه دي حركتك كتير في كذا مره، يعني موضوع برضو الموظفه اللي قالت لك لا انت مصريين كسالة. لا وده ريفنج بقى. في الاخر الاثنين حركوا التشالنجر اللي جواك انه يقدر to find the way. بالظبط. وهي بص انا حياتي كلها، بص انا كتبت كتاب من السنه اللي فاتت اسمه Unleash the Alpha. لما تقعد تكتب كده وترفلكت بيبقى عندك كل بني ادم كده عنده باترن، تعرف التريجرز بتاعتك. انت لو عرفت التريجرز بتاعتك تقدر قنبله يعني. اوكي. انا لقيت الباترنز بتاعتي كل تغيير في حياتي بوزيتيف حصل في لحظه بسميها الواتش مي مومنت. يعني تحدتني بطريقه وانا انترنالي اوكي واتش مي واتش مي لوك اند ليرن. بالظبط. واتش مي. انا جيت دبي واتش مي. اوكي. انا طلعت كوريا واتش مي. نايس. انا دخلت هندسه واتش مي. ايه سرك في انك قدرت تبني امبراطوريه زي الفا؟ بص هقولها يعني معلش انا جاي اخد كل الهاكس. لا بص جميل جدا. اوثنتيك. اوكي. انا زي ما انا وبقول اللي عندي وما بزوقش حاجه ولا يعني فيري اوثنتيك وترانسبيرنت. اوكي. ولا طالع بص في ناس كتير قوي هي بتبني البيرسونال براند بتاعها او بتبني البراند اللي وراها في 3 طرق تتعمل عشان بس نحاول ندي ندي فاليو للناس. في 3 طرق تشتغل بيها. في الطريقه الثالثه اللي هي ايه؟ الدرجه اللي هو خلاص تعبنا منها. اللي هو ايه؟ fake it until you make it. تمام. اللي هو ايه؟ تلاقي ناس اغلبيه الناس بقى دلوقتي على السوشيال ميديا they fake it ان هم كذا وكذا 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 وفي الاخر ايه؟ ما بتتكشف بتبوظ هوا. بس بص اسهلهم فالناس بتعمل كده. اوكي بس I think ما بتعيش كتير يعني. تماما تماما. في طريقتين بقى هم الصح. طريق ان انت تبني نفسك تمام وتبني تراك ريكورد وبعد كده تيجي تشارك اللي انت بنيته مع الناس. اوكي. مع الجمهور اللي كنا بنتكلم فيه يمكن قبل الحلقه بالزبط. انه يكون عندك بيز بالزبط. مبني صح وبعد كده تبتدي تشارك. بالظبط. او طب في طريقه تانية ومحترمه برضو ان انت تشارك مع الناس يور جورني. يعني مثلا انا لسه متخرج من الجامعه واشتغلت 2 سنين في شركه ريل استيت وبعد كده قررت افتح الريل استيت بروكرج بتاعتي. حلو. انا رايح النهارده اعمل الرخصه. اوكي. والرخصه فيها 1 2 3 بدور على مكتب اجره. انا بشارك رحلتي مع الناس. واحد من فنون الستوري تيلينج يعني. اكزاكتلي. بس اتس بارت اوف بيرسونال براندنج. انت بتشارك الجورني بتاعتك وهي بتحصل. فالناس أنا وانت ترتبط برحلتك. بالظبط. انا وانت العكس. بنقول اللي فات وخدوا بالكم من الماينز اللي موجوده على الارض وانت معدي في الطريق ده. I think الناس محتاجة ده ومحتاجة ده طبعا. محتاجة الموضوع بتاع انه نشارك الرحلة علشان يحسوا ان هم مرتبطين بهذه الفاليو طبعا ويروحوا يعملوا الرحلة. ومحتاجين الناس الخبرات اللي زي حضرتك وزي الناس اللي وصلت واتخبطت فيقولوا لهم حاسب من دي. بالظبط. واحنا ليه بنقول الاثنين دول موجودين؟ عشان تتجنب الثالثه اللي هي fake it until you make it. اوكي. يعني لو مش موجود مش عيب ولا حرام ان انت تقول انا ببني نفسي. وساعات بتبقى حلوه قوي. يعني قاعد في المكتب بالليل براجع البالانس شيت المرتبات داخله عليا. بالعكس ساعات الناس بتحب المصداقيه دي. بالظبط هو ده. فبنقول الاثنين دول موجودين عشان تلاشى الثالثه لانها كترت وبقت ممله.
انت بتقول the alphas doesn't need validation. يعني ايه؟ بمعنى اللي انا بقدمه اوكي كسيف او كأي حد تاني مش محتاج حد يسقف لي ولا حد يقول لي برافو عليك خالص. اوكي بص تاني، ولا تعنيني بشيء. اوكي انت عندك تارجت وعندك هدف وماشي في الطريق، ولا تعنيني بشيء. الناس هتقولي طب ما التحفيز مهم ليك مش ليا. اوكي تماما. انا ما بعتمدش على شغلي او حياتي على التحفيز، لان انا التحفيز ده بالنسبه لي وانا صغير برضو اتعلمت ان هو ايه، بيجي لك ويروح. اوكي صح. فانا ما اشتغلش على التحفيز، انا اشتغل على سيستم. انا ماشي على سيستم. بحب الملل في الجروث. يعني تعالى مثلا خليني اقول لك ايه، تعالى نلعب بادل. تمام أوكي. انا ما اعرفش العب بادل. تمام اوكي ولا انت. اوكي تمام تقول لي هتحداك في بادل، اقول لك والله العظيم هكسبك. انا خفت. اديني سنه. اوكي تمام لان انا هروح العب بادل كل يوم. اوكي وانت مش هتروح. ده نرد جدا. لا اصل انت لما بتعرف تاني لما بنعرف انت مهندس. when you know the equation، لما بتعرف المعادله ان المعادله دي هي الكسبانه. سوري في اللفظ، البني ادم يبقى حمار لو ما مشيش عليها. هي مشكلتنا ان احنا بنكسل بقى. تعالى نلعب بينج بونج هكسبك. اوكي تعالى، مش ان انا واثق في نفسي الطريقه الرهيبه دي، لا انا عارف ان انا هكمل. واغلبيه الناس، مش بقول كل الناس، اغلبيه الناس هتدرفت. اصل انا تعبان، اصل انا عيان، اصل انا مش عارف ايه. كان دايما في حد بيضايقني قوي، كل ما اقول له ما وصلناش لدي يقول اصل دي ليها ظروفها. ما هي كل حاجه ليها ظروفها. الاكاونتابيلتي والريسبونسبيلتي على الحاجه اللي انت واخدها على نفسك، لو فعلا بقى عندك الاكاونتابيلتي والريسبونسبيلتي هتنجح في اي حاجه في الدنيا. مشكلتنا اليومين دول، يعني انا كنت بعمل شغل مع حد كده يعني فريلانسر، فبيعمل لي شغلانه، النتيجه ما طلعتش. جميل. النتيجه ما طلعتش ليه يا باشا؟ اصل الثيرد بارتي. انا مالي؟ صح. انت لو ما خدتش الريسبونسبيلتي او المسؤوليه، سوري في اللفظ، بره. صح. انا مش هقعد اتكلم معاك. صح جدا. انا بالنسبه لي اي حاجه هتقولها لي بعد عدم التسليم، بعد ميعاد التسليم، دي مبررات، وانا لا اقبل المبررات. عارف هقول لك حاجه تانية. في الشركات تعلمنا ان انت التيم بتاعك يا يأد فاليو يا ملوش لازمه. بمعنى ايه؟ لو انت مخلي نفسك از بوكس موفر، يعني البني ادم اللي بيشيل كوبايه من هنا يحطها هنا من غير ما يقاد عليها فاليو، يبقى انت مالكش لازمه. بمعنى انا اديتك تاسك، تمام، صح، ان انت مثلا تبريف ايجنسي، ورحت عملت بريفنج للايجنسي، اما الايجنسي رجع دوكيمنت، انت بصيت لي الدوكيمنت، سوري مش عايزك، انا اعرفك بريف الايجنسي، هبدلك باي اي ايجنت بالظبط. انت فاهم قصدي؟ فلو انت هتقعد ان انت بوكس موفر، انت بره. فدايما تاد فاليو في الحاجه اللي انت بتعملها. دايما يمكن في مره كده بنتي سالتني، جات لي قالت لي ان في حد ضايقها في البروجكت اللي هي شغاله فيه، يعني ناس احبطتها وبتاع. فقالت لي يا بابا عايز اعرف ازاي اقدر انجح من غير ما اتاثر باللي حواليا. فقلت لها انا دايما بفكر كده، انا راكب قطر رايح للمحطه اللي انا هنجح فيها، I don't care مين عايز يركب معايا ومين مش عايز، ولا الهوا. اللي هيركب معايا هينجح معايا، اللي مش هيركب هيتفرج عليا لما اوصل هناك. صح، بس كده. ولو هتيجي في وشي هدوسك. بالظبط. انا رايح. بالظبط. هل البيرسونال براند بقى مهم جدا الفتره دي؟ قد ايه مهم؟ لا فوق 85%. ليه بقول الرقم ده؟ زمان لما كانت الجنريشنز واقفه للجين واي والميلينيالز والبومرز، بيبي بومرز، من الماركت ريسيرش كان يجي يقول لك الناس دي بتهتم بالعلامه التجاريه بتاعت الشركات. صح، تمام. يعني البيرتشيزنج انتنت بتاعي انا هشتري من النيرد. تمام. دي الناس القديمه. تمام. الجنريشن القديمه. الجنريشنز الجديده كلها انا هشتري من النيرد عشان حضرتك. the person
in front of the Behind. brand or behind the brand. وبقى يأثر قوي في تقييمات الشركات. لو جينا اتكلمنا مثلا على إيلون ماسك، بتحبه وما بتحبوش الراجل ده ما يطلع بيقول البورصات كلها بتلعب. طبعا صح طبعا that's the power of personal brand. طبعا. ريتشارد برانسون نفس الكلام. خلينا نتكلم في وطننا العربي، العبار، ساويرس طبعا. في اسامي بني ادمين بقت تعمل شركات. بالظبط. كان زمان العكس. بالظبط. ده التغيير الديموغرافيكس مش الديموغرافيكس بس more of the generations of the consumer. الجنريشن الجديدة وجاي بقى جين ألفاز والأصغر 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 البني آدم. فلازم تطور، لازم تعمل لاسمك براند. بس أغلبية الناس بتنسى وتعمل لاسمها براند وبس. بس ما بيستخدموهوش يعني. بالظبط. بمعنى إيه؟ تمام، يبقى عندك براند بس عندك حاجة على الأرض. مش تقعد تعمل بس براند 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 شوف بقى الناس اللي يعني مثلا تعمل نفسك براند وتعمل مثلا برفيوم، تعمل ملابس، تعمل كذا. ازاي احول البيرسونال براندنج بتاعي لفلوس؟ بص، عندك طرق كتير جدا على حسب البيرسونال براندنج بتاع البيرسونال براند بتاعك بيريبريزنت ايه. اوكي. يعني تيتشنج، لو انت مثلا في الاديوكيشن تعمل بقى كورسات وسيمينارز و انت في اللايف ستايل ممكن تطلع ببرودكتس يا بيوتي يا كوزمتيك. انا جالي مره دكتور قال لي I have a million follower وما بيدخليش من وراها درهم واحد. ما هو اكيد، ما هي ما بص، في ناس كده ايه تقعد تبني بيرسونال براند ومستني اللي تحت ده يجي يقول لك اتفضل ايه خد ادي فاليو بس اعمل اوفر. اوكي. يعني انا الاوفر انا مثلا في التعليم اعمل كورس، اعمل ويبينارز، اعمل ايفنت اجمع فيه الناس واعمل سبيتش واديله سعر واديله اوفر وخلي الناس تشتريه. نايس. بس اللي هيجي لك محدش بيخبط كده يقول لك انا هدي لك. انت رايك انه الناس تعمل مونيتايزيشن بلان قبل ما تروح تعمل بيرسونال براند؟ دايما بيبقى عندك بلان. بص، ما هو بس في حاجه كده تقول لك ايه، تبص لربنا وتقول يا رب انا عندي بلان. طبعا. يبص يقول لك سيبها ربنا. يبقى عندك فيجن انت رايح فين. بس وخليك فلكسبل انت تغير. اوكي. يعني انا في حاجات ما بحبش اعملها، يعني انا ممكن امونتايز من حاجات كتيره جدا للبيرسون براند بتاعي بس انا ما بحبش اعملها. مش عايز اعملها. على حسب انت ايه شايف نفسك تقدر بتدي. بص، في حاجات بتعملها لله. اوكي. لان انا I want to give value ومش عايز اخد منها حاجه. اوكي. ليه؟ هي كل حاجه ليه. شوف كل حاجه ليه. وانا لما رحت روسيا كنت لسه برودكت مانجر صغير كده. في واحد شافني كان الاكس سي ام او بتاع سامسونج. تمام. قال لي يا سيف انت شكلك هنجري، عندك بوتنشل، خليني اقبل منتور بتاعك اعلمك. اوكي. لان انا شايف فيك بوتنشل. ماشي. محظوظ على فكره انك تلاقي منتور. جدا جدا. عشان كده عارف الفاليو بتاعتها. باشا انا خدت مكانه. يس. لانه هو علمني، مش خدت مكانه هو مشي بس انا خدت مكانه. هل فرق في حياتك المنتور؟ طبعا. بس هي في ناس بتفهم المنتورشيب غلط. اوكي. ان انا اقعد ادردش معاك. تمام. المنتور ده بني ادم وقته غالي، حياته مليانه. فلما يقعد ويتكلم معاك حضرتك مطلوب منك تاكشن اللي اتعمل او تاكشن اللي اتقال. ده ريسبكت للمنتور. اوكي. انما اقعد ادردش معاك واقول لك والله بص انت المفروض تعمل 1 2 3، اجي اقابلك الاسبوع اللي بعده او الشهر اللي بعده اقول لك عملت الاسبوع والله ما كانش عندي وقت وقعدت افكر فيه وما نفعش احنا مش صحاب. صح. فاكشن اللي المنتور قاله لك. منتور يعني ايه؟ بني ادم ماشي في الباث بتاعك، عارف الهاكس بتاعتها، فبيديك الخلاصه. صح. زي ما انت بتعمل دلوقتي مع الناس اللي هو انا بدي لك تتفادى ايه في الطريق بتاعك عشان ما تخبطش فيه. وبعد كده انت عندك تاني، دايما بقول للناس انت عندكم دماغ. زود عليا اللي انا بقوله ده، زود حاجه زياده من عندك. اوكي. امبروفايز، شغل نافوخك. يعني احنا قعدنا نتكلم مثلا يعني بس ما نخش اوف توبيك قوي، نظام الطيبات ومش الطيبات ولا نقول ده وحش ولا نقول ده حلو. شغل دماغك. ايه يناسبك وايه ما يناسبك، ايه اللي يناسبك وايه اللي ما يناسبكش، ولا نغلط في ده ولا نعظم ده. اوكي. عندك دماغ في الاخر. عايز. هل الالفا عدى بلحظات فشل؟ اوف بالهبل يا باشا.
أثرت فيك ازاي، وايه خصوصا وانت عندك روح المقاتل بتاعة المارشال ارتس، انه لما بتاخد ضربة ازاي اقدر اقوم اكمل؟ قولي. بص هقول هاك كده لطيفه. يس. انا بحب هاكس مش عارف ليه. مهندسين تقعد تدرب نفسك طول حياتك. تاني بقول اللي بيتفرجوا علينا، اقعد. هو الفشل جزء ومحدش بيحبه، عشان بس ايه نقول ايه، جزء من الرحله، وجزء مقرف. تمام. نمره واحد تتعلم منه، ده اكيد، بس عود نفسك، وده بتيجي بقى مع العمر والخبره. الداون تايم بتاعك تقلله. بمعنى ايه؟ كان زمان لما اخسر او افشل في حاجه ممكن اقعد اسبوعين 3 شهر قرفان اكن الدنيا اتخربت. تمام. فده الداون تايم بتاعي كان ابتدى شهر. جميل. بس انت لو عندك اويرنس، لا انا لازم بقى ايه، عشان الدنيا ايه، حاجه اسمها ايه، موف نيكست، وات از نيكست. تاخد الشهر ده، المره ده كانت شهر، المره الجايه 3 اسابيع، المره الجايه اسبوعين، اسبوع، يوم، ساعه، الموضوع خلص. صح. اتعلمت الدرس، موف اون. حتى لو الدرس مكلف، موف اون. خسرت مره في حياتي ان وان شوت رقم قنبله. يعني صحيت كده من يوم ببص من النوم، ببص في الاخبار، شركه بانكرابت كنت عامل فيها استثمارات، تراك 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 طق. ده انا بالنسبه لي فشل. ليه؟ اكشن انا خدته ما جابليش النتيجه، ده فشل. ناس تقول لك ده مش بايديك، ماليش دعوه، انا الريسبونسبيلتي في ايديا. تمام. انت صاحب القرار بالظبط. ناس معايا كتير قوي اللي كنا مع بعض، اللي جاله السكر، اللي جاله الضغط، اللي راح في داهيه، اللي تمام ساب الداون تايم بتاعه يقتله. بس انا كنت بدرب نفسي انك تقوم بسرعه. بالظبط. خلي الداون تايم بتاعك مقاتل. لا وبص، ده تدريب. ما هي كل حاجه في الحياه ما هو تدريب. وتشز من المقاتل. تطلعها برياضه، تطلعها بسفريه، تطلعها بقعده كويسه مع اصحابك، مع اهلك. عارف كان في عندنا آية كده بتقول لا تشمتي بي عدوتي فإني وإن سقطت فإني حالا أقوم. طبعا دلوقتي. اللي هو أنا هقوم دلوقتي. عملت أكتر من 250 حلقة في البودكاست بتاعك، which is أنا مبسوط جدا وأنا بعمل بودكاست إني أقعد قدام بودكاستر رهيب. حبيبي أسئلتك رائعة والفلو جميل جدا. لا بجد فخور بيك قسما بالله. very well done. thank you. هي الفكرة بس إنه زي ما احنا بنقول كده، أنت شخص مواضيعك حقيقي كتيرة. أنا ريت بجد أكتر من حلقة عشان أقدر أكفي الحاجات اللي أنا عايز أسألها. ومعظم الأسئلة مش بس تحضير، يعني تحضير الأسئلة مش AI agents. أوكي. دي أسئلة أنا عايز أسألها، لأنه لكل واحد فينا رحلته، ورحلتك حقيقي من اللي فيها رحلة فيها حاجات كتير الناس تتعلم منها، وأنا أولهم. فالأسئلة دي جاية من جوه ومن القلب للقلب. يعني كلنا بنساعد بعض at the end of the day. أكيد. بس نخلي يبقى عندنا المرونة إن إحنا نسمع. أكيد. لأن بص أغلبية الناس دلوقتي بقى عندها مشكلة كبيرة قوي، egoistic. إن أنت تنجح الموضوع سيمبل، بسيط. إنك تحافظ على النجاح. تحافظ بقى، دي المشكلة، دي الصعوبة. لأن أنت لما بتبقى تنجح أنت خلاص you're number one. لا you معلش. need to protect. I will cut this. لها تاني على بعضها، دي لازم تنزل لوحدها. معلش أنا عشان تنجح الموضوع السيمبل يعني بسيط، بس عشان تكمل النجاح موضوع صعب جدا. لأن أنت لما بتبقى ناجح عشان تسستين النجاح ده، أنا عايز أسستينه وعايز أبروتكته من إن هو يتاخد مني. فبيبقى عندك دبل وورك ودبل إفورت عشان تقدر تسستين النجاح. فالناس تقلل الإيجو عندها شوية. جرب خليك، خد الكلمة دي، ماد ساينتست. اقعد جرب، مش هتخسر حاجة لما تجرب. حبيت الاسم جدا بصراحة. بما انك ماد ساينتست، في سؤال تقليدي كده بسأله للضيوف اللي انا بختارهم بعناية. هل شايف نفسك نرد؟ وشايف نفسك نرد في ايه؟ انا دايما بحب، بص انا شايف نفسي نرد في الحاجة اللي انا عايزها. عشان كده جبناك. اللي انا عايزه. بص you will never، يقول لك
عمرك ما هتنجح لو بتاخد كل حاجه من على وش القفص. اوكي عشان تنجح لازم تخش ديب وتفهم الموضوع ان ديتيلز وديب، وبعد كده نرجع بقى ايه للمانجمنت. ارجع لورا انا ديليجيت. هل سيف الحكيم مؤمن بالديليجيشن؟ بس صعب، مهم جدا. مع مهم شخصيه زي شخصيتك من واحنا قاعدين دلوقتي الديليجيشن صعب جدا. صعب لانه جدا. انا صعب عارف جدا. كده صعب جدا لان انت عندك ستاندرز معينه. طب هل قدرت تعمل ده؟ طبعا. طبعا. ممكن نعلم الناس دي ازاي تقدر تعمل ديليجيشن؟ بص اساس بص تاني الديليجيشن او التفويض. انك تخلي حد تاني يعمل التاسك اللي انت متعود تعملها. بالظبط. هو قبل ما يكون it's an art and science. تمام. فمش حاجه سهله ان اي حد يقول لك ايه 1 2 3. لا it's an art and science. بمعنى ايه؟ في ناس كتير قوي تجيب بني ادم تقوم محملات تاسك وتقوم ماشيه، يجي يقول لك الحمار ما عملش الشغل. انت ما اديتلوش انت عايز ايه، الشكل النهائي شكله عامل ازاي، ما اديتلوش التولز، ما حطيتش مايلستونز ان انت هتراجع معاه، وقعدت تطلع عينه مايكرو مانجمنت. تمام. فعشان تعمل بروبر ديليجيشن في كده شوف في اساسيات لازم تتحط. بمعنى ايه؟ ان انت بتديفاين التاسك او البوزيشن ان ديتيلز للبني ادم ده. جون. تاني حاجه تشرح له طريقتك اللي انت بتعمل بيها. ماشي. تمام. انا بعملها ما تفرضهاش عليه ولكن تشرحها. بالظبط. حلو قوي ان انت كملتها، بس ما تفرضهاش عليه. تاني. تالت حاجه تديله التولز ان يقدر يعمل بيها التاسك دي او يقدر يشتغل في البوزيشن ده. تمام. رابع حاجه تو انيبل هيم، يعني بالظبط يقدر يعمل الشغلانه. رابع حاجه احط مايلستونز ان انا مش هتدخل في اللي انت بتعمله. كل اسبوع لينا قاعده يوم الخميس الساعه 12 هتديني ستيتس ريفيو على فانت فهمته التاسك، اديته التولز، اديته مساحته بالظبط، وفهمته الطريقه الصح بالظبط، واديته مايلستونز انا هقعد معاك امتى عشان نتلاشى ما يسمى بالمايكرو مانجمنت او تشيك بوينتس. فيري نايس، حقيقي فيري نايس. المشكله ان احنا كرواد اعمال بنحب نخش في كل حاجه لاننا الستاندرز بتاعتنا عاليه قوي. تمام. لما يكون بالذات الحاجه البيبي ده بتاعك، يس، فالستاندرز عندك بتبقى عاليه، ولازم تقتنع ان مفيش حد حواليك هيبقى قلبه على الشغل زيك. فما تقعدش تقول اصل الفلان مش هيبقى قلبه عليك زيك. في الالفا توك شو وكل الضيوف اللي انا قعدت اذاكر في الحاجات اللي انت عملتها وما لحقتش اكفي، مين اكتر ضيف او حاجه اتقالت، عشان لو مش عايز تذكر اسامي، مين اكتر ضيف او ايه اكتر حاجه اتقالت من ضيف خلتك تقف وتفكر كده تخيلت اللي هو بيقوله على نفسك؟ يعني انا اقدر اقول لك دلوقتي وبكل صراحه، دلوقتي واحنا بنتكلم انا ركنت السكريبت لانه الكلام اللي بتقوله لمسني، فاحنا قريبين. فلو حد سألني السؤال ده I will guarantee ان اللي انت قلته، وهقول ايه بالظبط انت قلته لمسني. بص، لما بتقعد مع ناس كتير وبالذات من مجالات مختلفة بيفتح الهورايزن عندك بطريقة واسعة جدا. انا راجل بحب البيزنس وراجل بحب التشالنجز وراجل بحب العافية وفي كاركتر معين. لما بتيجي تقعد مع ناس، عشان بص ناس كتير قوي من اللي قعدت معاهم جمال، عشان بس ما تتفهمش عشان كده انا قلت لك لو مش عايز تذكر اسم معين، بس اللي بيلمسني اكتر وبتخيل نفسي فيه الحاجات ان انا مش مركز فيها. بمعنى ايه؟ المنتل هيلث، مش عايز اقول ان انا مجنون، بس ايه المنتل هيلث. الحاجات دي اللي هي انت زي القطر بقالك 41 سنه زي القطر. فلما حد يقعد يتكلم معاك في لا صح، لازم تبتدي تاخد بالك من الحته دي، فبتبتدي تسرح بقى ايه ده. بس تاني كل واحد، بص كنت انا في مصر من اسبوع، لا اسبوعين يعني، كنت عامل كده تجمع.
شفت التور دي. بص في حاجات كده ساعات لما حد يسالك وتقعد تتكلم فبتقعد تريفلكت. يعني انا ساعات كتير قوي بدي نصايح للناس او بقول خبرتي في حاجه معينه. اوكي. الناس لازم ما تنساش ان دي خبرتي انا، وانا اخترتها بالمنظر ده، وانا عجباني بالمنظر ده، مش شرط ان دي تنطبق عليهم هم. وانا عايزها بالمنظر ده. بمعنى ايه؟ انا بشتغل 14 16 ساعه وانا 41 سنه، تمام، وبشتغل الاسبوع كله ما شاء الله عليك، ولا يوم اوف ولا يوم مش عارف ايه. في ناس بالنسبه لها دي مش حياه، صح؟ انا بالنسبه لي دي اللي انا اخترته، ده اللي انا عايشه، ده اللي انا عايز اعيشه. بالنسبه لناس تانية لا. فعشان كده دايما انت نفسك وما تبصش لسيف، ما تبصش لحد، انت عايز ايه وخد من الناس دي اللي يساعدك توصل اللي انت عايزه. هقول لك حاجه قالها لي ضيف مهم كان عندي. find your why. of course find. بص تاني، you are the architect of your life. اوكي. اعمل حياتك بالطريقه اللي انت شايفها انت عايزها. يعني انا مراتي بتقول انت وركهوليك، انا وركهوليك طبعا، هو انا كده، انا هعمل كده ومش عارفه. في ناس لما تشتغل كتير قوي تتخنق، في ناس لما تشتغل كتير قوي تتبسط. بالظبط. انت ايه القالب بتاعك؟ وعلى فكره الناس الوركهوليك اللي شبهنا النيردز لما بيشتغلوا اكتر بيعرفوا يوزنوا حياتهم في باقي الحاجات اكتر. طبعا بتكلم بجد. يعني انا لما ببقى قاعد يوم واحد من غير شغل تتجنن نفسيا وعصبيا خلاص 100%. امبراطورية اعلامية فيها فوق 5 مليون فولورز، بودكاست مكسر الدنيا، يعني جايب ضيوف يمين وشمال وشرق وغرب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هل شايف ان التنوع ده عامل ممكن يعمل تشتت، ولا الفرايتي مطلوبة؟ وازاي نعرف نحافظ على ده؟ لانه خلي بالك عشان حد يقدر يعمل التنوع ده وما يتشتتش لازم يكون مركز قوي هو بيعمل ايه. طبعا. بس خلينا نرجع خطوة ورا. اوكي. طبعا احنا بنعمل الحاجات دي اونلاين عشان at the end of the day ندي فاليو او قيمة للي بيتفرجوا علينا، صح؟ تمام. بس قبل ما ادي قيمة اللي بيتفرج عليا لازم ادي قيمة لنفسي. اوكي تمام. ولو انا بتكلم على البودكاست كأز بودكاست، انا كسيف اللي بيديني فاليو ليا عشان اقدر ابصيها للمشاهد كالسيف ان انا ابقى متنوع دايفيرس. انا بحب اسمع عن الرياضة، بحب اسمع عن الفن، بحب اسمع عن البيزنس، بحب اسمع الكتاب. ده بيديني فاليو وبيقوي سيف في حتت هو كان ضعيف فيها. لما تجيلي الفاليو دي اقدر اشاركها حتى يبقى الحديث. انت لو جبت لي واحد مثلا قعدت انا كله بس بيزنس وقافل عليه، صح، هيبقى ممل. اللي هو يعني سوري في الله تقعد تكلمني سكيلينج وتيم بيلدينج، تمام، مش هيبقى في كريوزيتي عندي ان انا اخش واحاور واطلع بهاريز هتفيدني، فبالتالي هتفيد اللي بيتفرج علينا. يس صح جدا. ويمكن انا ان شاء الله لما تسأل في الفا كاست ليه النرد هبقى جاوب انا او ليه اخترنا هتحصل ليه اخترنا الاسم ده بالطريقه هتقول لي. دايما الالفا بيسأل السؤال كده لضيوفه، بيبتدي حلقاته كده مع ضيوفه بسؤال معين كده جميل، انه لما الناس تشوف صورتك واسمك معايا هنا في البودكاست النهارده هيبقوا حاسين انه الموضوع جميل والحلقه مشوقه. لو الناس ادونا من وقتهم الله 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 نرد لو الناس تفضلوا وادونا من وقتهم علشان يشوفوا الحلقه كامله، ايه الرساله اللي انت عايز تقولها لهم بامضاء الالفا؟ عايزهم يتفرجوا على الحلقه كلها وان شاء الله هينبسطوا منها. مش لان الضيف كويس بس، الضيف كويس واللي بيحاور يا رب يخليك بيحاور صح جدا، رب يخليك. فهطلب منهم طلب واحد، انا احب دايما اكشن، يعني اديني حاجه تتعمل. انت اتفرجت على حاجه، اكتب 3 حاجات انت استفدتها من الحلقه دي.
وعايز تنفذها في حياتك او في شغلك. 1 2 3 وابتدي اعمل ال3 حاجات دول. الحياة مش قراية بس ولا فرجة بس ولا سمع بس. الحياة نتيجتها هي افعال. احنا عايشين في زمن الانفورميشن بقت ببلاش، صح. تمام، وبقت مليانة في كل حتة. شغلتك او هدفك ان انت اللي استفدته هنا اكتبه، ما تنساهوش. اكتب 1 2 3 ونفذ على 1 2 3. في ناس كتير قوي بتقعد تقرا كتب طول السنه، تمام، ما بتنفذش ولا الهوا. يا دنيا. تمام؟ اديتيني دروس كتير، هبتدي انفذ امتى؟ تقعد تتفرج على بودكاستات بالهبل ومفيش تنفيذ. معلومات عامه، لا، انت بتتفرج عشان تستفيد، عشان تزود حياتك كأنها حياه، شغل، صحه، واتيفر. تتفرج على بودكاست بتاع صحه، خدت منها معلومتين 3، اكتبهم 1 2 3 نفذهم. بتاع بيزنس 1 2 3 نفذهم. ما تكتبش 10. لو نفذت 3 والله العظيم حياتك هتتغير. ايه الحقيقة اللي محدش قالها عن البيزنس لحد دلوقتي في زمن توفرت فيه المعلومات لدرجة انها بقت متعبة؟ شو، انا خدت محورين مختلفين تماما. يعني ساعات كتير بتبقى وفرة المعلومات في الزمن ده، وفرة المعلومات بقت هي اللي مضرة. طبعا زمان كان في lack of information، يعني ما عندناش. في مثل هذا الزمن اللي فيه وفرة في المعلومات، ايه اللي حضرتك تقوله كحقيقة عن البيزنس غير اللي بيتقاله خلاص، حقيقة من واقع التجربة العملية؟ بص، هديها بمثل عشان الناس تفهم. كنت مع مراتي من اسبوع بنشتري حاجات للبيت، تمام. لما تديني كذا اوبشن اي بارالايز، اوكي، تهنج. يعني دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا واحده. دي اللي هي عايز تحيره خيره بالظبط. احنا عايشين في عصر دلوقتي تو ماتش انفورميشن هيؤدي الباراليسيس. باراليسيس هو الايه؟ مش الشلل. اوكي، تمام. وبعد كده تو ماتش انفورميشن بمعنى ايه؟ خلاص بقى ده انت هتخش في سكه وتقعد تقرا وتجيب اللي بعدها وتشوف البودكاست اللي بعده، تقعد مهنج. انا دايما بقول حاجه حلوه جدا. عايز تجيب معلومه عن حاجه معينه، توقف عند 3. اوكي، 1 2 3 اكت اند موف. نايس. لان غير كده باراليسيس. وفي علم السيلز if you give the client too many options، لو اديت للعميل كذا اختيار هيقول لك هفكر وارجع لك. yes. البيزنس هيفكر وارجع لك مع ان انت خسرت. اوكي، فده الجزء بتاع too much information. الجزء الاولاني بقى كان ايه؟ لا ما هو خلاص كده. هي مع تو ماتش انفورميشن ازاي، ايه الحقيقه اللي قلنا وقف نفسك لليفل معين ان انت تاخد انفورميشن على توبيك معين. اوكي، هتوصل لباراليسيس، هتوصل لشلل. هل محتاج اقلل الريسورسز سوري اقلل السورسز ولا اقلل المعلومات؟ لا، تقلل السورسز. اوكي. يعني مثلا انا بحب لما اكون عايز اتعلم سكيل جديده. انت لو اتعلمت سكيل جديده عندك مليون بني ادم يقدر يعلمك السكيل دي. اوكي، تمام. اختار 1 2 3 and stop there. نايس نايس نايس. انا مش عارف انا هجاوب ايه لما انت بعدين تسالني. انت جاوبت كل حاجه. هل شايف ان الصمت قوه في بعض الاحيان؟ طبعا، وبتيجي مع السن. اوكي، طبعا بتيجي مع الخبره ومع السن ومع الحكمه. اوكي. يعني وانا اصغر سنا، رد الفعل بتاعي كان سريع وعايز اتكلم وعايز اقول وعايز. دلوقتي الموضوع مختلف. اوكي. صمت. في سؤال محيرني شخصيا، خصوصا اني يعني إيه؟ ازاي بتعرف تستضيف الناس دي؟ يا راجل استضفت الدكتور زاهي حواس، ما شاء الله، يعني قصته جميله دي. بس بقول لك ازاي قدرت انا مش بتكلم عن شخص بعينه، ولكن ازاي قدرت تبني هذه الامبراطوريه في الحته دي؟ لانه في ناس انا عايز الناس الشباب بتوع السيلز يتعلموا how to knock the doors. لانه في ناس بتيجي تقول لي انا هشتغل سيلز هكسر الدنيا، وانا اصل انا بتكسف، اصل انا كلمته وما ردش، اصل انا حاولت وما نفعش. طخن جلدك، thick skin, don't take a no as an answer. يعني خلينا نرجع للبيسكس.
ما تقولش لا. يعني انا لو عايز البني ادم ده اوكي اي لا منه هي اتس يس فور مي، اوكي بدل ما في لا يعني في رد. بس يا سلام عليك، ما دام رد في جاي في تشانل بعديها بشويه خلي الريجكشن بتاعك يبقى متقبل الريجكشن. اوكي في حاجه مهمه جدا ودي كانت صعبه وخليني اقولها عليا انا. اوكي سيف عدى في 2 كاريرز، واحد كان كوربريت تمام ووصلت ان انت تبقى سي ام او، وبعد كده الجزء اللي بعده كنت رائد اعمال. لما كنت كوربريت ما كانش حد بيقول لي لا، تمام، محدش بيقول لك لا، زي ما اتكلمنا عنك في ما كانش حد بيقول لك لا. يس تمام، سبته ودخلت رياده الاعمال. اللا اكتر من فلازم تتعود ان انت يبقى عندك السكين عالي، واللا دي دايما اتس نوت بيرسونال. اوكي ما تاخدهاش انها حاجه بيرسونال. انت بتقدم منتج، بتقدم خدمه، هي على المنتج او الخدمه وطريقه تقديمها للبني ادم. صح. شكرا. برضو النقطه دي بصراحه مفيده جدا، انك don't take it personal. طبعا، لانه في ناس بتاخد اللقه على نفسها فخلاص مش هحاول تاني. بالظبط. في سؤال للامانه انا بقالي شويه عمال يلعب في دماغي بره السكريبت، لاني بحب كمحاور وانا جديد في لا ده انت جامد جدا خالص. جامد جدا. مادام لقيت الشخص عنده حاجات تاني اكتر كمان من اللي انا محضرها، لازم اون سبوت اطلع له كام سؤال كده. اوبا اديني في البيزنس في حاجه اسمها فاليو اوفر، يعني اوفر وهاف فاليو irresistant، يعني هيشتريه دلوقتي تقدرش تقول لا. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك I will give you a Rolex with $1,000، هدي لك ساعة رولكس $1,000، هتاخدها دلوقتي ولا مش هتاخدها دلوقتي؟ هقول لك بس علشان انا محتاج $1,000 وما معيش غيرها وما معيش فلوس وما معيش غير الرولكس، هتاخدها؟ هاخدها. بص عليها، اتاكد انها حقيقيه. هي حقيقيه، خلينا نقول ان هي حقيقيه. طبعا هاخدها. ليه انت ما فكرتش مرتين؟ انت عارف الفاليو بتاع الساعه وعارف انك لو خدتها دلوقتي ممكن تبيعها بقد كده. so this is a value offer، يعني في اوفر دلوقتي لا يقاوم. ازاي اقدر اعمل هذا الفاليود اوفر للكاستمرز بتوعي؟ في كتاب جميل جدا كان اسمه أليكس هرموزي 100 M offers. نايس. بيكسر ازاي تعمل irresistible offer. فبتتكلم في السكارسيتي، بتتكلم في الحاجات اللي جوه الاوفر، 3-4 things. بيكسر ازاي ان انت لما تحط اوفر على الترابيزه it's irresistible، يعني ما تقدرش تقول له لا. غير ان انا بقول لان فعلا الكتاب ده هيساعد ناس كتير قوي في السيلز والماركتنج. one of the best books ان انت تعمله اوفرز properly. السكارسيتي، الارجنسي، السكارسيتي اللي هي ايه؟ كميه محدوده. الارجنسي. بس بص، السؤال ده صعب وعايز الفه بطريقه تانية. لو احنا بنتكلم من 3-4 سنين فاتوا، اوكي، لو 3-4 سنين فاتوا هقول لك خد الايكويشن بتاعت هرموزي حطها زي ما هي. جميل. دلوقتي المعطيات اتغيرت. سيبك من المعطيات اتغيرت، في 98 مليون حاجه داخله علينا، اخرها اقتصاديا وتضخم. اوكي تمام. فانت اللي هتقدمه للعميل دلوقتي بدل ما كان فاكره irresistible، حتى لو اديتني حاجه irresistible دلوقتي هبتدي افكر قوي، لان انا دلوقتي الفاليو اوف ماني بتاعتي بقت مهمه. عندي تضخم عالي، عندي اقتصاد مش قد كده، كذا كذا كذا. فلازم تلعب على حاجات تانية زائد ده. الحاجات التانية اللي هي ايه؟ اللي انت اللي بتقوله للعميل بتوفي بيه، التجربه العميل، الكاستمر اكسبيرينس، الحاجات دي كلها لازم تبقى موجوده اكتر من الاول. لان انا تحت التضخم وتحت الاقتصاد انا لازم اثق فيك قبل ما اكون ايه اشوف حاجه ان انا عايزها وخلاص. اوكي you will deliver. اوكي. فتبلد تراست وتشتغل على الكاستمر اكسبيرينس. بص very important اليومين دول. اوكي. كل واحد دلوقتي في العصر اللي احنا فيه اقتصاديا الفلوس في ايديه. هو مش يقول لك ناس ما بقتش معاها فلوس، لا هي معاها بس خايفه عليها. بالظبط. gives it more importance و value دلوقتي عن زمان. اوكي.
ازاي كشاب لسه ببتدي اقدر اكمل واوصل للنجاح without burning out؟ يعني ايه burning out؟ حد يعني إيه يقول له فعلا ان ده كلامه، معلش. يعني ايه burning out؟ عيب يعني عيب. لا عيب والله العظيم، عيب يعني. عيب burning out ايه؟ burning out دي ممكن لناس تانية، لا يا بيه مفيش حاجه اسمها burning out. اوكي، علما بقى وسيكولوجيا وممكن تكون خلينا موجوده. جاوبنا علما وسيكولوجيا وجاوبنا على ارض الواقع. على ارض الواقع there is no burning out. اوكي، انت لازم تكمل، اوكي، لازم تبقى unstoppable، لازم تمشي ورا هدفك على حلمك، محدش هيعملهولك. انت بقى ترمومتر نفسك، عايز تهدي هدي، عايز تسرع سرع، بس اهم حاجه ما تبطلش. فما تجيش تقول لي والله ايه ده انا حاسس ان انا برنا. هقول لك كلمه وحشه. اوكي، you have to keep going. في فرق كبير قوي، حاجه اسمها مومنتم. تمام، keep the momentum. always keep the momentum. ما تبطلش. الكامينج باك اصعب بكتير قوي من ان انت تقعد مكمل. لما في ناس عرفت من اللي حواليا ان انا هستضيفك، بقى بيجي لي مسجز علشان اسالك الله. كم سؤال. ازاي اوصل للفاينانشال فريدم؟ بص، عشان توصل للفاينانشال فريدم، ويعني ايه فاينانشال فريدم؟ بص، كل واحد في الدنيا لازم يبقى عنده اهداف فاينانشال. تمام. انا عندي هدف ان انا افتح شركه مثلا عقارات. عندي هدف ان انا ابقى نمبر 1 بلاير في البينج بونج. تمام. ناس كتير قوي، لان احنا الدراسه بتاعتنا لا تعلمنا فاينانشال. لازم يبقى عندك هدف فاينانشالي وانت تحدده. ده بالنسبه لك ايه؟ يعني ايه فاينانشال فريدم بالنسبه لك؟ $10,000، $20,000، $50,000، بس لازم الرقم ده يبقى موجود. مستحيل توصل تقول ان انا عايز اوصل لفاينانشال فريدم وانت ما تعرفش انت الاكسبنسز بتاعتك قد ايه في الشهر. تمام. وما تقدرش تبقى عارف المبلغ اللي انت عايزه في الشهر قد ايه. ناس كتير قوي تيجي تقول لها ايه اهدافك فاينانشالي، ما تعرفش ترد عليك. يقول لك انا عايز فلوس كتير. اللي هي كام يعني؟ انا كان في ايام من يعني باك ان ذا دايز، والله العظيم كان شهر بشهره. انا الشهر ده I have to close يبقى معايا 10. الشهر اللي بعده 15. الشهر اللي بعده 20. وانا بتكلم معاك في العشرينات، باك ان ذا دايز يعني. لما بتحط رقم قدامك بتوصل له. وانا بحط الرقم ده، تعريفي للفاينانشال فريدم ايه؟ ان انا بيكفر الاكسبنسز بتاعتي وبيديني بافر ان انا اعيش كويس. لو ما حطيتش رقم بالنسبه لك هتوه. ممكن بعد ما اوصل للفاينانشال فريدم اقدر احقق حاجه اسمها باسيف انكم؟ بص، يعني ايه اوصل فاينانشال فريدم؟ ما هو انت الفاينانشال فريدم بتاعك بيتغير مع كل فيز من حياتك. ماشي، جميل، ماشي. طب خلينا اسال السؤال بشكل يلف شويه. هل الباسيف انكم ممكن يحقق لي فاينانشال فريدم؟ بشكل من اشكال تمام. يعني ابقى نايم، امتى اقدر ابقى نايم في البيت وبيدخل لي فلوس؟ لما تحطها في اسيتس بتطلع فلوس. مثلا حطها في عقارات تطلع لك شهري فلوس. بتحطها في بورصه او في ذهب تريدينج، او بتحطها في تجاره معينه بتطلع لك فلوس. ده كل ده باسيف انكم. في ناس تقول لك ما فيش حاجه اسمها باسيف انكم. في الدخله، يعني الدخله بمعنى ايه؟ اللي هي الطلعه it is an active business وبعد كده بتقلبه انت باسيف. ماشي. باسيف انكم ممكن يبقى شغلانه جميله جدا، يعني a line of thing that you need to plan for. كويس جدا. عقارات، في تجارات زي زمان قديمه كده، لو عملت استثمار فيها تقعد تدخلك دخل شهري خليك مبسوط. تجارات يعني مثلا في امريكا اللوندري سيرفيسز، واشنج سيرفيسز، فيول ستيشنز، الاولد تراديشنال بزنس. عندنا مثلا في وطننا العربي تجاره التليفونات، تجاره الملابس، ريتيل يعني. بالظبط، في شويه يعني شغلانات كده. لو انت بس، ما هي الناس كلها ايه؟ لازم تفكر انت عايز ايه، ولما بتفكر تبقى عارف محدد انت عايز ايه بالظبط. في حاجه في مخنا اسمها RAS
ريتيكولر اكتيفيتنج سيستم. لما بتحط الحاجه اللي انت عايزها دي دايركت قدامك، يعني انا عايز باسيف انكم، وعايز الباسيف انكم ده تيجي مثلا من تجاره تراديشنال تريد، تمام، عايز ايدنتيفاي 2 3، تمام. كل قعداتي هتلاقي الريتيكولر اكتيفيتنج سيستم دلوقتي عندي شغال بيمونيتور حواليا الاوبورتونيتيز اللي انا قايل له عليها، لغايه لما هتطلع لي في وشي. هقولها بمثل، انا عايز اجيب عربيه حمراء، بي ام حمراء، انا نفسي اجيب عربيه حمراء. تنزل الشوارع بقى تلاقي حواليك كلها بقت العربيات بي ام حمراء. صح. ده ليه؟ لان الريتيكولر اكتيفيتنج سيستم او الار اي اس ابتدى يريكوجنايز الحاجات دي. دي بقى بتحصل في الاهداف. يعني انت لو اهدافك ان يبقى عندك باسيف انكم، حددها ايه هي. انا بحب انفست كتير قوي في التراديشنال بيزنسز، مش بقى كريبتو والحركات سوري الجديده دي. تراديشنال بيزنسز اللي هي بتدخل دخل ثابت في الشهر، واتس كوشن، غير بقى الحاجات التانية. انا بحب جدا الريتيل بيزنس اللي هو بيعتمد على الكونسيومرز كافراد 100%. يعني انا بحب جدا الموديل بتاع بيبسي وكوكاكولا، انه بيبيع حاجه صغيره سعرها قليل ولكن لعامه الشعب 100%. فهو كل الناس هتشتري حتى لو بقت الارباح قد كده من كده، بس مع فوليوم ماس برودكشن كسبنا كلنا. بس في باسيف انكم، اوكي. مع التطور الرهيب للاي اي اللي بيحصل كل يوم، شايف هل في تهديد لبعض الوظائف في بعض البيزنسز ولا لا؟ definitely. اكيد. هل ممكن تغير حد من الموظفين اللي عندك باي اي ايجنت؟ بص، ده سؤال في الصميم. at the end of the day business is business، تمام. واحنا فاتحين البيزنس دي مش على انها مؤسسه خيريه حاجه. and the business objective بتاعه ان هو يعمل ايه؟ فلوس، ارباح. مش فلوس، ارباح. بروفيت. تمام. اي حاجه تؤدي الى هذا، ان انا اقدم قيمه في السوق والقيمه دي تجيب لي ارباح. اي تطور جوه المنظومه من ناحيه اوبتمايزيشن، ما احنا زمان كنا بنقول عليه ايه؟ اوبتمايزيشن. صح. دلوقتي دخل اي اي بيعمل اوبتمايزيشن في حاجات معينه. صح. it has to be done. صح. المشكله مش في الاي اي، المشكله اللي بيقعد ينوم لك الاي اي. اوكي، تمام. يعني انا مثلا جرافيك ديزاينر وشغلي اغلبيته هيطير. طب طور نفسك في حاجه تانية. صح. بيفت. لو انا موظف عندك، ايه النصيحه اللي تقولها لي دلوقتي علشان الاي اي ما ياخدش مكاني؟ انتج. هدف الموظف في الشركه ان تجيب لي نتيجه. اوكي، تمام. تجيب لي نتيجه بمعنى ايه؟ دي حاجه اتعلمتها وانا صغير. يا تاثر عليا وقت، يا تقلل لي كوست، يا تزود لي ربح. عملت لي اي حاجه من الثلاثه دول، you're on the same page. هل انا محتاج اتعلم اي اي عشان افضل مكمل معاك؟ طبعا لازم، الناس كلها لازم تتعلم اي اي. ولا ازاي تتعلم الاي اي عشان not to replace you. يبقى انا بصايع استخدم الاي اي في شغلتي عشان انتج احسن واسرع واوفر و هل الالفا بيستخدم الاي اي في حياته اليوميه؟ طبعا. ادينا مثال واحد وهقفل الحلقه يا جماعه. خلاص. انا I consider myself a thinker. اوكي، تمام. فبستخدمها في ريسيرش بالهبل يعني. اوكي، نايس. ريسيرش بالهبل. وكان زمان بقى عشان تعمل ريسيرش كان بتاخد منك وقت، يعني وقت وكذا تشانلز و فدلوقتي with AI انا اعترفت لك ان اللي كان بيكلمك كان الاي اي. والله العظيم. لا، ما حسيتش خالص. وبص فيري ويل دون. ما هو لو في تول وما اقدرش استخدمها او ما بستخدمهاش، دي مش يقول لك انا ضد الاي اي. صح. قول لي موقفين، اكتر مواقف طريفه حصلت لك في البيزنس. موقف الاول طريف حصل لك في البيزنس، خصوصا لو مثلا خليني اسالك سؤال لطيف. لما قررت انك تسيب من البوزيشن بتاع السي ام او وتبتدي يور بيزنس، مين كان بيصرف عليك؟ لما سبت سي ام او؟ هزار. اللي بيصرف عليا؟ لا، انا كنت بصرف على نفسي. ما دايما كان عندي كوشن.
اوكي يعني ما بيتهزرش معاه يعني حاولت اوديها هزار قال لك ما حدش بيصرف على لا بص تاني لازم تبقى راسم الطريق لنفسك. اوكي. وفي البيزنس او دايما بقول لاي حد لو انت في الكوربريت او انت في البيزنس او دايما تقعد تحسب كده. يعني انا دايما بخوت ودان مراتي بجمله جميله قوي. الران واي قد ايه؟ اوكي تمام. اوكي انت معاك ران واي قد ايه؟ يعني لو الدنيا لوكت تمام الران واي بتاعك قد ايه؟ هفضل قاعد سرفايف ازاي؟ عايش قد ايه بحياتك اللي انت متعود عليها. أوكي. او اللي انت اكسبتبل ان انت مثلا تنزلها قد ايه؟ ده ران واي. حقيقي انا عايز نكمل المواضيع دي. هنعملها تاني نتفق أكيد. على جزء تاني. ده الجزء الاول اديني بدبسه ده الجزء الاول وهنعمل جزء تاني مع الالفا أكيد. علشان نكمل كميه انا ما وصلتش نص اللي انا محضره. شكرا حبيبي ربنا يخليك. كان نفسي تقول لنا موقف مضحك. اقول لك موقف قول لنا موقف مضحك ونقفل خلاص. وي ار كلوز يلا. موقف ناس كتير قوي بتتكلم على الاكسبانشن وسكيلينج وعايز وعايز اكبر الشركه يس. جات يوم من الايام ان انا عايز اكبر شركتي في تركيا. فرحت تركيا فتحت شركه يعني. رحت اجرت المكتب وطلعوا لي الرخصه على المكتب. اوكي جميل. وخلاص كل حاجه تمام وادوك الرخصه على المكتب الفلاني. تمام. كان مكان قنبله ورهيب ورائع وبنت هاوس وحركات والقصص دي كلها. وجيت انقل الموظفين قالوا لي لا ما عندكش حاجه اسمها سيتنج بيرميت. ان هم يجوا يقعدوا في الشركه. يعني الشركه مفتوحه الترخيص عليها القعده على الكراسي ليها بيرميت. وبعد كده البيرميت يقول لك لا ده ريزيدنشال بليس فما ينفعش. فاقفل الشركه ورجع الدنيا بجد. قفلتها والله العظيم. لا خليتها كده اتفرج عليها. اوكي. يعني في شويه حاجات كده بليجر ان انت تتفرج عليها. اوكي. فالنصيحه من هنا ميك يور ستاديز. يعني اعمل الريسيرش بتاعك وكل حاجه تبقى ملموم بيها قبل ما تاخد خطوه. اوكي. كنت بتكلم مع ضيف من الضيوف وقال لي انه اتعلم ده بس بالطريقه الصعبه. مش ينفع اقولها. شكرا ليك حبيبي ربنا يخليك. اتشرفت بيك جدا. كانت حلقه جميله جدا واسئله رهيبه وان شاء الله الناس تستفيد منها. وزي ما قلنا خلينا نكتب 3-4 حاجات فعلا شدتك او شدت انتباهك او حاجات عايز تعملها وقوم منفذها على طول. هتفرق معاك جدا. حقيقي انا مبسوط جدا. I was excited للحلقه دي ويمكن قلت لك الكلام ده قبل ما نبتديها. وستيل اكسايتد اني نتكلم تاني مره واثنين وثلاثه. ديفنتلي ان شاء الله. ربنا يوفقك حبيبي. شكرا على الادد فاليو اللي انت قدمتها للناس. شكرا حبيبي ربنا يخليك.